السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا. الذكاء الاصطناعي داير خبله هاد الوقيته وهاد الايام وهاد السنوات هذه في العالم كامل، نقدروا نقولوا هو المستقبل كله. اليوم غادي نشوفوا ونهضروا ونتكلموا على السيت اللي دار روينه في الانترنت اللي هو شات جي بي تي، اللي غادي نشوفوا كيفاش ممكن نستافدوا منه. بدينا شات جي بي تي بطبيعه الحال غادي تكونوا سمعتوا عليه ولا شفتي شي فيديو عليه ولا الناس كتتكلم عليه ولا غتكون بانت لك شي حاجه عليه في الانترنت، اللي هو ببساطه موقع اللي خاص بالذكاء الاصطناعي، اللي عباره على نقولوا انشطه اللي كتسولوا اي سؤال بغيتي في مختلف المجالات في مختلف العلوم، وانه كيقوم بانه كيجاوبك باجوبه بتفاصيل دقيقه. اليوم هذا الفيديو خصصناه باش انا نتكلموا على 10 ديال الطرق مهمه كيفاش ممكن تطور من التجاره ديالك ولا تطور من نفسك عن طريق هاد الشات جي بي تي. اول حاجه هاد الشات جي بي تي فاش تقدر تستعمله هو الناس اللي كتبغي تفتح دير مواقع الكترونيه ولا انها دير الريداكسيون ديال لي بلوغ. شات جي بي تي تقدر تختار الموضوع اللي بغيتي. اهم حاجه كاينه في شات جي بي تي هي انك كتكتب ليه شنو الكونتنت اللي بغيتي. مثلا بغيت موقع الكتروني خاص ببيع اللوازم الرياضيه، طلب منه شنو هما لي ريبريك اللي بغيتي. مثلا كيعطيك واحد بلا تكون عندك هوم بيج، غادي يكون عندك انسرين كويشن، كونتاكت اس، ستور، يطلب لك لي ريبريك كامل اللي طلبتيهم اللي يقول لك اللي مهمين غادي يعطيهم لك. انت لقيتي لي ريبريك من بعد كتبدا تسولو مثلا شنو انني ندير في الهوم بيج، كيبدا كيعطيك التفاصيل ديال كل ريبريك حتى البلوك، شنو هما لي زارتيكل، كتطلب منه حتى العناوين ديال لي زارتيكل وحتى انه يريديجي لك دي بلوك. هذه عمليه اللي غادي تخليك انك تسرع الوتيره ديال انك تحقق هذاك الموقع الالكتروني ديالك، وبطبيعه الحال انك فقط داك لو تكست تقدر تعاود دير فيه دي كوريكسيون دي موديفيكاسيون باش تادابتيه على المحتوى ديال الموقع الالكتروني اللي بغيتي تصايب. النقطه الثانيه اللي يقدر يساعدك فيها كذلك شات جي بي تي هي انك التعلم ديال اللغات او التراديكسيون. يمكن انك تاخذ اي تكست كما بغى يكون، انك كتطلب منه يا اما انه يترجمه لك، يا اما انه يكتبوا لك بطريقه مخالفه، يا اما انه يريد يجي لك واحد اخر بحاله. وكذلك التعلم ديال اللغات، ممكن بغيتي تتكلم بشي لغه تتعلم بها كيبقى غادي معاك نقطه بنقطه. واللي مهم حاليا في شات جي بي تي هو انه كيتكلم بزاف ديال اللغات. على الاقل انا جربته باللغه العربيه كيتكلم بها، كيتكلم باللغه الانجليزيه، اللغه الفرنسيه، اللغه الاسبانيه، كلها متوفره. يعني ساهل انك الا كنتي كتقلب على شي شخص اللي يتفاعل معك ويجاوبك بسرعه، فشات جي بي تي هو الشخص المناسب بالنسبه للناس اللي كيخدموا في الانترنت. هذه مهمه بزاف، اخص اللي كيخدموا في الايكوميرس. شات جي بي تي كيوفر هذه الخاصيه هذه ديال انه يكتب لك تكست اللي ممكن انك تكتبه مع المبيعات ديالك. كذلك يقدر يكتب لك حتى دي ديسكريبسيون ديال لي برودوي، دي ديسكريبسيون ديال لي سيرفيس اللي كتقدم. انت ما عليك الا انك تقول ليه شنو كتبيع وهو كيتكلف انه يجينيري لك احسن لي تكست. وبطبيعه الحال بعض المرات كيعطيك حتى اختيارات بزاف، انه نفس المنتج يكون عندك 3 4 5 ديال لي ديسكريبسيون مختلفين باش تقدر تنوع على حساب لي كومبين ادز اللي غادي تلونسي، وحتى كذلك على حساب المنصات. ممكن انه يعطيك واحد التكست خاص بالمنصه ديال انستغرام، اخر خاص بفيسبوك، واحد خاص بتيك توك، واحد خاص بالموقع الالكتروني ديالك، باش هكا تقدر تنوع لي ديسكريبسيون اللي كتحط على المنتجات ديالك. العمليه الرابعه واللي مهمه في الشات جي بي تي، بعض شي مرات كيوصلونا شي ايميلات اولا كنبغيو نكتبوا شي ايميلات ما كنعرفوش بعض شي مرات كيفاش ممكن نجاوبوا اولا كيفاش نصيفطوا ايميل لشي شخص فورمال ولا انفورمال، كيفاش نستعمل الكلمات. بعض المرات كيكون داكشي اللي متوفر في جوجل كيكون شويه مستهلك، فهنا كتكتب الرساله اللي بغيتي وكتعطيه، هو كتطلب منه كتقول له give me answer اولا دوني موا une réponse، هو كيعطيك ريبونس باغ ايميل فورميل من السالوتاسيون حتى الكورديالمون كامله اون ديتاي اللي تقدر فقط دير لها كوبي كولي بيرسوناليزي على حسب الشخص اللي غادي تصيفط ليه وتجاوب. العمليه الخامسه واللي يقدر يعاونك فيها شات جي بي تي هي الريداكسيون ديال السي في ولا ليتر دو موتيفاسيون، انك كيفاش تادابتي لو سي في ديالك. تقدر فقط تجي وتكتب ليه مثلا راه عندي هاد السنوات ديال الخبره، قريت في هاد المدارس وهذه، خديت ان ستاج هنايا، سبق لي خدمت في هذه، بحال كتعطيه دي بوين، كتعطيه دي تيغي، هو كيجمع لك دوك لي تيغي وكيصايب لك ان سي في ايديال، ويقدر يعطيك بليزيور بروبوزيسيون اللي تقدر فقط انك تكوبي داكشي وتمشي لان دوكيمون جوجل وورد ولا تمشي لان دوكيمون وورد اللي تقدر تكلاسي دوك لي زانفورماسيون كاملين، وها تخرج لك ان سي في بيرسوناليزي على حساب الامكانيات اللي عندك نتايا. واهم حاجه هو انه كيعطيها لك بلغه سليمه اللي ما فيهاش اخطاء. النقطه السادسه اللي يقدر يعاوننا فيها شات جي بي تي هما لي كيسيونير. طبيعه الحال الناس فاش كيبغيو يديروا شي اناليز دو مارشي ولا شي ايتود دو مارشي، شي انكيت، كيحسبوا شنو هو النوعيه ديال الاسئله اللي غادي يطرحوا على الناس اللي يديروا عليهم لونكيت، لي كليون ولا لي كونسوماتور ولا المستهلك بصفه عامه. فشات جي بي تي يقدر يعاونك انك تحط واحد المجموعه ديال الاسئله، يقدر يعطيك حتى 1000 سؤال اللي تقدر تختار منها انت شنو هما الاسئله المناسبه للسيبل ديالك، شنو تقدر تطرح لهم في ذاك الكيسيونير، ويقدر يعاونك. وهذه اهم حاجه، حتى لونشينمون لوردر ديال لي كيسيون، شكون لي كيسيون اللي تسبق، شكون لي كيسيون، والغوفورميلاسيون ديال لي كيسيون، كيفاش ممكن انك تطرح السؤال بعد شي مرات كطرح الناس شي اسئله في دي كيسيونير في لاناليز دو مارشي اللي ما كتكونش مفهومه اولا اللي تقدر تقيدينا ان يكون
يكونوا الاجوبه ديالها مغايره لداك الشيء اللي كننتظروا. الطريقه ديال طرح السؤال كيعاوننا فيها شات جي بي تي انه يعطينا ان كيسيونير انكيت اللي تكون بمعايير اللي تقدر تعاوننا ومفيده. النقطه السابعه اللي يقدر يعاوننا فيها شات جي بي تي كذلك هي الروبورتين. تقدر تعطي لشات جي بي تي لونسومبل ديال سيتوياسيون ولا لو ترافاي رياليزي، تعطيه دي باراغراف. اهم حاجه كاينه في هاد شات جي بي تي هي انك تعطيه له ماكسيموم دانفورماسيون بوسيبل. كل ما عطيتيه المعلومات كل ما هو كيكون جينيرو، كيكون قي معك في المعلومات وكيعطيك بافاضه. مثلا كانت عند واحد لو ترافاي وانت مثلا كتدير تغيديجي واحد رابور دو ترافاي ولا ان رابور دو بروجي ولا سانتيز دو بروجي، كتعطيها ليه فهو كيتكلف انه يغيديجي لك واحد الرابور ان سانتيز اللي انت كتكلف انه تشدها غير كتريكتي فيها، عوض ما دير ديك لا ريداكسيون كامله على هو كينقص عليك داك العمل وكيدير ان رابور بيان ديتايي اللي تقدر انك تدفعو وتكمل به العمل ديالك. النقطه الثامنه اللي كيعاوننا فيها شات جي بي تي انك فاش كتبغي تاسس الشركه ديالك، بزاف ديال الناس ما كيلقاوش اسماء ديال الشركات، وكذلك دي سلوغ. شات جي بي تي يقدر يعاونك في هذه النقطه بزاف، انه الذكاء الاصطناعي يعطيك اسماء ديال المقاولات اللي باقي ما كايناش، اللي فقط تقول ليه مثلا اكري موا ولا دوني موا دي نون دونتربريز مثلا في لو ديجيتال ماركتين ولا في لي اي كوميرس كاين اكزيست جينيري ليا اسماء جديد انوفون شي انفودي ليا سميات جديد، فهو غادي يتكلف بطبيعه الحال بالالغوريثم اللي عنده انه يقترح لك اسماء اللي غير متوفره بتاتا في السوق، اللي تقدر تكون يونيك ليك انت بوحدك. كذلك بالسلوغ شعار اللي بغيتي يختار للشركه يقدر يعطيك شعار اللي بوحدك ما يكونش متوفر عند منافسين اخرين، ما يكونش متوفر في السوق شويه. النقطه التاسعه اللي يقدر يوفرها لنا شات جي بي تي هي الريداكسيون ديال لي كونطرا. بزاف ديال الناس كيبغيو يريديجيو لي كونطرا، دي كونطرا دو ترافاي، دي كونطرا دو بريستاسيون، كيبغيو انهم يقدموها يا اما للمشغل ديالو على حساب الطريقه ولا النوع ديال العلاقه التجاريه اللي كتربطك بداك الشخص، او لا اي نوع ديال الغولاسيون اللي خصك تنظمها بكونطرا. شات جي بي تي فقط كتعطيه المعطيات اللي بغيتي ما بين الطرف الاول وما بين الطرف الثاني، طلب منه انك بغيت ان كونطرا كوميرسيال مثلا ما بين هذه المؤسسه وهذه المؤسسه، واللي بغيت هو كيحدد لك لي كلوز كاملين شنو هما لي زارتيكل برينسيپ اللي انت بطبيعه الحال هذاك الشيء كامل غادي تشدو وديطايي على حساب العلاقه اللي غادي تجمعك ما بينك وما بين داك الشخص اللي تسني معاه ديك الكونط. النقطه العاشره وهذه اللي جربتها ونقدر نقول لكم نكونفيرميها لكم بالله حاجه مزيانه، هي انك شات جي بي تي تقدر تدخل وتعطيه مثلا الوزن ديالك، تعطيه الطول ديالك، تعطيه شنو هي لا فريكونس اللي انت كتاكزرسي فيها مثلا واحد دي زونطرينمون سبور ولا شي حاجه، طلب منه انه يعطيك ان بلان دونطرينمون باش انك انت ممكن تريني اون فونكسيون ديال داك الاوقات ديال الفراغ اللي عندك. وكذلك مثلا كتقول ليه بلا راني كناكل في الزنقه او راني كناكل في الدار، هو كيتكلف يعطيك ان ريجيم اليمونتير اون فونكسيون ديال انت فين كتاكل بدات حتى البيدجي ديالك، وكيعطيك بزاف ديال لي غوبا اللي يقدر يقسمهم لك على 3 4 5 على حساب انت شحال بغيتي تاكل من مره في النهار. باش نختموا هادشي اللي قلناه كامل، شات جي بي تي جا ماشي باش يحيد بزاف ديال ليميتي، مثلا نقولوا الناس ديال الريداكسيون ولا الناس ديال الاي كوميرس ولا حيدنا لي نوتريسيونيست ولا حيدنا لي كوتش سبورتيف، لا هو جا فقط باش يسهل علينا الحياه، يسهلها حتى على هاد الناس اللي كيمارسوا هاد المهامات. وكنت قريت في الانترنت واحد القضيه اللي مهمه، بزاف ديال الناس كيقولوا الذكاء الاصطناعي غادي يحيد شحال من خدمه، ما غاديش ماشي الذكاء الاصطناعي اللي غادي يحيدنا شحال من مهنه ولا غادي يحيدنا شحال من خدمه، هذيك الخدمه رومبلاسا ليك بشخص اللي كيفهم في الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا نمشي للمجال ديال النوتريسيون، نوتريسيونيست ما يعوضوا الا نوتريسيونيست اخر اللي كيفهم في الذكاء الاصطناعي، ماشي نوتريسيونيست غادي يعوضوا الذكاء الاصطناعي. تلاقاو في الفيديو الجاي.